أيها المستمعون الكرام، حديثنا اليوم عن فضل الصحابة الكرام الذين اصطفاهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. الصحابة هم الذين حملوا راية الإسلام في أولى مراحلها، ودافعوا عن الدين بكل ما أوتوا من قوة، وهم الذين نقلوا لنا تعاليم القرآن الكريم وسنة النبوية المطهرة، فبفضلهم وصل إلينا هذا الدين العظيم. لقد اختار الله سبحانه وتعالى الصحابة ليكونوا مع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أصعب المواقف وأحلك الظروف، فكانوا خير معونة له في نشر الإسلام. فالصحابة هم أول من آمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وآثروا الدين على الدنيا، وأخلصوا في جهادهم وتضحياتهم. ومن أبرز أمثلة الصحابة الكرام الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي كان أول من صدق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أقرب الناس إليه في السراء والضراء. وكذلك الصحابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي قاد الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بكل حكمة وقوة، وسار على نهج الإسلام، فكان له الأثر الكبير في فتح البلاد ونشر العدل. أما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقد كان أسد الله وأمير المؤمنين، وفيه تجسدت أسمى معاني الشجاعة والوفاء، وكان من أعظم العلماء والفقهاء. وأيضا الصحابي العظيم عثمان بن عفان رضي الله عنه، الذي جمع الأمة على القرآن الكريم، ووسع الأمة الإسلامية بفتوحاته. أيها الأحبة، إن الصحابة كانوا مدرسة عظيمة في الصدق والإخلاص والتضحية، تعلموا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأثروا بأخلاقه، فكانوا مثالا في كل جوانب الحياة، وكان لهم دور كبير في نشر الدعوة وتبليغ الرسالة إلى أقاصي الأرض. لقد بذلوا أرواحهم في سبيل الله، وقدموا لنا درسا عظيما في الوفاء بدين الله ورسوله. اللهم اجعلنا من الذين يرضون عنك وترضى عنهم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.